السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقائي النصارى. وبصراحة في شبهة توقفت عليها جاية من النصرانية، هي عرض الشبهة بكل أدب وبكل احترام، ولازم بفضل الله هنجاوبها بكل أدب وبكل احترام. طالما النصراني أنا مش معترض على النصارى اللي بيجيبوا شبهات، لا، بفضل الله أي شبهات بفضل الله نرد عليها. طالما عرضت الشبهة بأدب واحترام دون استهزاء وسخرية وتعلمت آداب الحوار هنجاوبك عليه، لكن ما بنحبش أسلوب التهكم والسخرية. فهي سأل السؤال بكل أدب وبكل احترام، بتقول يقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني هنا ربنا بيقول لك ايه؟ ما تكرهش الناس على دخول الدين الاسلامي. ما ينفعش ان انت تكره الناس على دخول الدين الاسلامي. ربنا لو عايز الناس كلها تدخل الدين الاسلامي ربنا هيدخلهم الدين الاسلامي، وهي سنة كونية. ربنا عايز كده، دي سنة كونية، ربنا عايز كده. ربنا عايز المسلم، عايز اليهودي، عايز النصراني، عايز الملحد، عايز البوذي. دي حاجة ربنا عايزها، ملناش دعوة بيها، ده حاجة بتاعت ربنا. ربنا لو عايز الناس كلها تدخل الدين الإسلامي هيدخلوا الدين الإسلامي. طيب، جابت بقى حديث قالت بأن وده بيتعارض مع الآية القرآنية. حديث أبو هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلون في الإسلام. رواه البخاري. فهي بتقول أنا صدق إيه؟ قول الله عز وجل ولا صدق قول الصحابي أبو هريرة؟ طيب، أولا هنجاوبك على حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه ده في صحيح البخاري، وأولا الحديث هنا موقوف. يعني حضرتك انت ما درستيش حاجة اسمها علم الحديث. علم الحديث يعني علم لازم تدرسيه عشان تعرفي ايه الفرق بين الحديث المتواتر والفرق بين الحديث الأحد، والحديث ده موقوف والحديث ده ضعيف والحديث ده لازم، ده علم تدرسيه. أولا الحديث هنا موقوف. مين اللي قاله؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وسيدنا أبو هريرة ده صحابي. طيب، والحديث لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أبو هريرة ما قالش أنا سمعته من الرسول، فده كلام سيدنا أبو هريرة فقط، مش كلام الرسول. طيب، واحنا برضو مع كلام أبو هريرة واحدة. ما انت هتقول ده صحابي وشاف الرسول وأكيد أخذ بالرسول والكلام ده هيتقال صح، بناخد أبو هريرة برضو. طيب، برضو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله عن قوم يدخلون الجنة في سلاسل. ايه بقى القوم اللي بيدخلوا الجنة في سلاسل؟ هم أسارى الحرب. أسارى الحرب، انت لما بتأسر أسارى الحرب بتقوم بتقيدهم في سلاسل، بتربطهم في سلاسل وبتعرض عليهم الإسلام. أو لو أبو يقول لك لا مش عايزين خلاص، بتطلق سراحهم. وده برضو اللي حصل مع ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال ده
كان جاي عايز يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة أخدوه وربطوه في في عمود من عواميد المسجد. فالنبي بيقول له: هات ما عندك يا ثمامة، عايز ايه؟ قال له: يا محمد ان تريد ان تقتلني هتتقتل. يعني انت لو جيت تقتلني قبلت مش هتسكت وهتقتلك، ولو جيت تنعم عليا وتفكني خلاص انت انعمت على كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلى سبيله، يعني مشاه. خلى الصحابة يفكوه وقام ايه مشى. فبعدها بشوية وهو ماشي رجع للرسول تاني، قال له: ما بك يا ثمامة، جيت تاني ليه؟ قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله، طب انت ما قلتش ليه يا ثمامة وانت مربوط؟ قال له: لا يا رسول الله، لأن لو قلتها وأنا مربوط هتقولوا إن أنا أسلمت خوفا من السيف. فهو الشاهد من حديث القوم الذين يدخلون الجنة في سلاسل. الشاهد إيه؟ إن إحنا كمسلمين بنعفو عن أسرار الحرب. لو جينا نعفو عن أسرار الحرب وبنسيبهم بعد ما بنقيدهم في السلاسل، بنعفو عنهم وبنسيبهم، بنخلي ايه سبيلهم. يقول لك: يا سلام رحمة الإسلام، والإسلام دين جميل. فيقوموا كلهم ايه يدخلوا الإسلام. فما فيش هنا تعارض ولا حاجة. ما فيش هنا تعارض بين حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولا الآية القرآنية. ما فيش أي تعارض خالص. تمام. يا رب تكون المعلومة وصلت. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.